بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. ازيكم يا اخواتي ومتابعيني في الله، وبشكر احبة تشكر ان التنين اللي اشتركوا في قناتي. اهلا وسهلا بكم، شرفتوني ونورتوني وكترتوني، واتمنى ان شاء الله كده كل اللي يشوف فيديوهاتي يشترك في القناة ويحط اللايك عشان اكبر بكم ومعاكم يا اخواتي في الله. انا فتحت القناة دي بصراحة عشان تبقى مصدر رزق ليا ولعيالي، وعشان احب اساعد جوزي يعني مصاريف عيالي، لان مصاريفهم تقيلة بصراحة، وربنا ان شاء الله يكون في عون العباد. النهاردة قلت اعمل معاكم كشري اصفر بألف هنا وشفا علينا وعليكم، واتمنى انكم تجربوه وتقولوا لي رايكم في التعليقات. يا رب اتمنى منكم كده انكم تدعوا طلاب تالتة ثانوي ان ربنا يقف معاهم ويكرمهم، لان بصراحة الدروس والمذاكرة وربنا ان شاء الله يقويهم فهمهم ويعلم تركيزهم ويقف معاهم، وان شاء الله يكرمهم كده بالنجاح العالي والتكفيل ان شاء الله في جميع المواد. آه بالله عليكم تدعوا طلاب تالتة ثانوي. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. النهارده هغسل البطاطسات معاكم، لازم اغسلهم غسلة زينة كده، شايفين؟ لازم نغسلهم كويس. لو كنت سمعت الصوت ده معلش، جوزي ما يزعق على عياله عشان طالعين في الشمس برا، وما فيش دلوقتي سوبر ماركت فاتح ولا حاجة ان هم رايحين يشتروا. لا، انا هناك قلت اغسل معاكم البطاطسات والبيضات. شايفين البيض دي بيض بلدي من تحت فراخاتنا الحمد لله. انا جبت من فراخ كتاكيت وربيتهم وكبروا الحمد لله، وربنا كرمنا فيهم وبيبيضوا. وانتوا زي ما عارفين الحياة غالي والمصاريف غليت والدنيا الحمد لله الدنيا غلت برضو. وهنا هنترك البطاطسات مكعبات يعني طنشات كبيرة كده عشان هنسلقوها، وبعد ما نسلقوها هنطلعوها ونقشروها ونقلوها. شايفين؟ لازم نقطعهم زي كده. المكعب يكون حلو كده. ده البطاطسات ده لقيت فيها حتة بايظة رحت طلعتها، هتركهم كلهم واشاهدهم بعد كده معاكم على الحنفية واحطهم على شايفين خليت مية ومية فل شمعة منورة. شغلت عليهم البوتاجاز ومش هحط لهم ملح دلوقتي، اول ما يغلوا ان شاء الله هوريهم لكم واحط لهم ملح قدامكم. شايفين لما غلوا ما شاء الله اللون بتاعهم مع البوتاجاز بسم الله ما شاء الله يفتح النفس. بألف هنا وشفا علينا وعليكم، واتمنى كده تجربوا الفيديو. هناك لازم احط له ملح عشان البطاطس والبيض يبقى حايق من جوا. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. جبت هناك رز، هحط يعني كوبايتين كده، كوبايتين ونص رز على كوباية عدس اصفر، وهقلبهم في بعض واعملهم واغسلهم غسلة زينة قدامكم وهوريهم لكم برضو انا ومغسلها. هناتي لازم نغسلهم كويس عشان زي ما انتوا عارفين الرز ما يبقى فيه نشي، والعدس برضو ما يبقى فيه حاجات كده زي البني كده برضو، بس لازم نغسلهم ونعملهم زي بيدينا كده كويس. اعذروني مش قادرة اتكلم لاني والله مسكومة، وانتوا عارفين زكام الحر صعب جدا. لازم الرز يتغسل كويس زي ما انتوا شايفين انا شغالة اغسل فيه ازاي. وألف هنا وشفا علينا وعليكم ومطرح ما يسر يمري، وأتمنى إن شاء الله إنكم تجربوه وتقولوا لي رأيكم إيه بالظبط. هو بصراحة الطعم، ولا تقولي لي فراخ ولا تقولي لي لحمة، بسم الله ما شاء الله طعمه حلو. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. هنيتي أنا غسلت كويس يديني معاكم غسلة زيني، وراح أشاهد آخر فم مديته. شايفين خلت أنا ميتهم حلوة ازاي. فلازم الحاجة نغسلوها كويس كده، لأن بصراحة اللي منتشر دروك الميكروب والبكتيريا، فما ينفعش. هنا حطيت شوية زيت على شوية سمن، وجبت بصلة زي ما انتوا شايفين اهي، هقطعها معاكم مكعبات صغيرة جدا جدا عشان مش عاوزة البصلة تبقى مبحلقة، لان انا ما بحبش البصلة تبقى مبحلقة في الاكل،
بحب اعمل بصلت في الكبي، بس لما القى نفسي كسلانه بصراحه بعملها على يدي. بس ايه زي ما انتم شايفين انا مخلي المكعبات صغيره ازاي، لجرة ان اصلا مش هتبان في الكشري. وبألف هنا وشوف علينا وعليكم. ولازم تخرطيها كويس صغيره كده عشان ما تبانش انها هي كبيره. هناتي لازم احط الملح عشان مش محب احط الملح في الاخر عشان ما احسش ان البصله صننت مني ولا حاجه. هتقولي لي ليه مكترة الزيت والسمن؟ هقول لك سواء لو كنت هتعمل رز ولا كنت هتعملي كشري، فهو والله غصب عننا بيحب الزيت كتير عشان ما يبقاش معجن ولا حاجه. ولازم تخلي مثلا لو عملت رز ولا عملت هنا لازم تخليه يتفلفل كويس عشان الغلاية تطلع واحدة بوحدتها كده. شايفين انا هنيت البصلة خدت لون حلو ذهبي فاتح كده، فهضطر احط العدس معاكم بالرز واقلب فيه جامد. وهنيتي انا وبقلب كده لقيت الحلة ضيقة خالص كده، فقلبت شوية قلبت شوية كده. وبعد كده هي جبت حلة غيرها من المطبخ وهوريها لكم دلوقتي بعد ما فضين فيه. انا دلوقتي حطيتهم في الحلة الواسعة وده الحلة وقعت ما عليهش اعذروني لانها كانت سخنة جدا، فبصراحة ما استحملتش يد راحت وقعت غصب عني. وهنيتي البطاطس والبيض استوى فهوريهم لكم هقشرهم معاكم. بس انتوا ايه ما تخلوهمش يستووا زي ما استووا منني، لان لما استووا مننا استووا جدا كده جامد فاتهروا. لما اتهروا ما عرفتش بصراحة علسة عمل مني، فلازم نخلوهم ناقصين غلوتين تلاتة. شايفينهم انتوا اللي في الصينية دول مهري مش قادرة هقشر اللي هقشره دراغ والباقي مش راح اقدر اخده لان مش هينفع بقي حتت صغيرة. الحمد لله. شايفين المكعب ازاي؟ لازم المكعب يبقى زي كده بس يخلوه ناقص غلوتي، يعني ما تقعوش في الغلطة اللي انا وقعت فيه. ما انا لازم اصلك اعرفكم الصح من الغلط. انا وقعت في الغلط دلوقتي لما خليت البطاطسات استووا، كان المفروض كنت خليتهم ناقصين غلوتين تلاتة كده. انا قشرت قدامكم البطاطس شوية يعني كده، فبوريكم بعد كده هقشر البيض عشان الفيديو ما يطولش عليكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا وتحطوا اللايك عشان وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين 2. ويا رب ان شاء الله تشتركوا في قناتي. انا عملت قناة مطبخ الطيبين 1 وقناة مطبخ الطيبين 2، واتمنى ان ربنا يكرمني فيهم ويعودني عن القنوات اللي راحوا مني قبل كده. لكن الحمد لله ربنا هو برضو لك ما تعرفيش ربنا مخبي لك اياه في كل في كل تأخيري ما عارفاش الخير فيها. هنيتي نطول قبر بتقول عليها وسخة ولا حاجة. غسلتها بالسفنجة عشان والله ما كان عندي سلك، وقلت لما يجي جوزي بخليه يجيب لي سلك. ويدي زي ما انتم شايفينها في الفيديو معاكم عاملة خالص، لان الدكتورة قالت لي ما تصبنيش مواعين بقفا يدك. انت مواعينك ايه؟ قلت لها مواعيني ألمونيوم. جات لها بغسلها بالسفنجة قلت لها لا ما بحبش، زي ما انتوا جيكم شفتوا غسيل السفنجة ملهوش عازي. والحمد لله. هنا حطيت الزيت في الطاوة خلته سخن جدا، وحطيت البطاطس اللي انا سلقتها. شايفين السلق الجامد مني. هتقولي ليه الباذنجان دي انت مرضان كده؟ والله الحمد لله، مش هقول غير الحمد لله. برضك لازم الواحد يتعلم من غلطه. واصلا البرنجان المرضان مش بيشرب زيت قوي، فقلت ما يعملش حاجة. هنا راح اقطعكم من قدامكم كده. وبعد كده هغسلهم برضو واحط لهم ملح. وبعد ما اخلص من قلية البطاطسات والبيض راح اقلبهم. لان بصراحة الجو حار وفرهط على الاخر. المطبخ تقريبا كده سخن جدا جدا جدا، فانا حبيت اوريكم يعني عشان تبقوا شايفين الفيديو من الاول للاخر. وهنا بعد ما قطعتهم هحطهم في البولي، وهجيب اللي لسه ما تقطعوا شيء معذرة.
والله الزكام خالص، مخليني مش عارفة اتنفس، لان زكام الحر دي بصراحة صعب جدا. الحمد لله، النفر يقول الحمد لله. شايفين البتنجان بقطعها مكعبات، وبعد كده داية لقيتها عاملة كده، قلت اخد داية عشان هي الباقي قديتي اللي من تحت ارميها مش عاوزاها. شايفين ما شاء الله لما قطعت بتنجين تيان، وبعدين هقطع التالتي بألف هنا وشوف علينا وعليكم. لما يكون البتنجان، على فكرة لما يكون البتنجان مرضان وتقطعيه وتسيبيه تحطي شوية ملح وتحطيه على كده، دي تبقى يخليه البتنجان المرضان دي مش ما يشرب زيادة. شايفين ما شاء الله الكشري بعد ما استوي، شايفين ما شاء الله الحبايب حبيتها ازاي. هناتي دي اللي بتوريهولكم بالتاي. شايفين ما شاء الله. طب البطاطس زي ما انتوا شايفين اللون بتاعها ما شاء الله ذهبي وحلو. ايه اللي هي اول مرة اعرف ان البطاطس، مش عارفة انا ايه اللي خلى الطاوة اتحرقت كده وبقي فيها حاجات سودا كده مش عارفة. فانتوا دلوقتي شايفينها ما شاء الله، اول حطة في تاني حطة هتشوفوها خالص اتحرقت ازاي. والله انا ما شفتها كنت بصلي، مش هقول لكم دلوقتي، انتوا لما تشوفوها هقول لكم. هناتي البطاطس اخذت لون ذهبي ما شاء الله. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. وخلاص هاديني بطلع فيه. هديكم انتوا شايفين الزيت كويس والحمد لله. طب انا عاوزة اعرف ايه اللي خلاها تتحرك كده. انا سبتهم ورحت قلت لهم خلوا بالكم العيال الصغيرين يعني في اولى اعدادي، بس ما بتخشش المطبخ كتير. ايه اللي خلاها حروة خالص كده. شايفين ما شاء الله ليا كده الحاجات اللي حمرت دي انا سبتها وقلت لهم راح اصلي خلي بالكم عليها، لو اول ما يحمروا يحطوا البضاعة. المفروض لما كانوا يلقوا الضوء زي كده ما كانوش حطوا البضاعة، كانوا غيروا الزيت مثلا. فهم ما استنونيش وحطوا على طول اهو البيض ما شاء الله. شايفين المفروض لما لقوها حمرا زي كده ما كانوش حطوا فيها البيض عشان خالص اتحرقت من هي من البطاطسات بعد. مش عارفة انا والله العظيم ايه السبب في كده. شايفين معلهش، انتوا لو لقيتوها زي كده الضوء عندكم بحشوها، لان الزيت من البطاطس مش عارفة ليه عمل كده انا بصراحة. ودلوقتي بعد ما اطلع البيضات انا راح اغسل العج دلوقتي انا كبيت الزيت دكة وغسلت الضوء وحطيت بطاطس تاني. فانا والله لما اتعملت بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده في البضاعة كانت اللهم صل على سيدنا محمد كنت بصلي. وهنا بعد ما طلعت البطاطسات حطيت الباذنجانات. وهنا ده دق التوم ده فيها اللهم صل على سيدنا محمد عبارة عن توم وفلفل احمر وفلفل اخضر. وهنا قطعت لهم قرن فلفل من الحامي وطماطم صغيرة. وراح اعملها دقة للبتنجان. فانتوا لما يكون تفريز التوم كده تعملوها، بس انا عملتيها هرست الدقة بالفلفل جامد، اللي ان هي عبارة عن توم وفلفل وكمون وخل وزيت وفلفل احمر وفلفل اخضر. شايفين ما شاء الله لون البتنجان بيشهي ازاي، يفتح النفس. بألف هنا وشوف علينا وعليكم. لو عاوزين، لو عندكم مناديل المطبخ البتنجان دي يطلعوه على مناديل المطبخ، او لو ورقة. انا بصراحة كانت مناديل المطبخ خلصانة من عندك، فقلت لما انزل كده ابقى اجيب لي بكرة ولا بكرتين. يعني مش لازم نجيبه نكلفوا نفسنا على قد
على كد يدك هاتي. زي ما انتوا عارفين كل حاجة غليت، وربنا يعين الناس على حالها ان شاء الله. دي فلفل، قلت اقليهم عشان ما جبناش من الفلفل الرومي الغليظ. وشايفين الهرسة بعد ما عملناها عبارة، قلت لكم الثوم وهرساه في الفريزر، وحطاه ثوم وفلفل احمر وفلفل اخضر وكمون وملح وخل وزيت، حطيهم في الفريزر. طبعا انا لقيتها خالص معمولي، فحطيت له نقطة مي وقرن فلفل من اللي هو الحامي، وبألف هنا وشوف علينا وعليكم. والله وكان الطعم بتاعها تحفة تحفة تحفة. والفلفل اهو، مش لازم نخلو الفلفل يحمر جامد، لازم كده نخلوه حلو، لونه حلو كده، مش لازم نحمروه جامد. وهرشله ملح دلوقتي معاكم، وهحطله شوية الهرسة اللي فضلوا دول من البتنجان، هحطهم له من فوق. كنت مستعجلة عشان ولدي بيقول لي ماما انا جعان، قلت له حاضر يا ماما خلاص اديني خلصت. شايفين ما شاء الله الاكل بيفتح النفس ازاي. لو عاوزة تحطوا برضك البطاطس على مند المطبخ عشان زي ما انتوا عارفين الكوليسترول. ولو وصلتوا معي لحد هناك شرفتوني ونورتوني، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.